الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في البيت وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يحط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. عباد الله، إن من التحدث بنعم الله ما من الله به على هذا المكان المبارك من نعمة عظيمة ببناء هذا الجامع. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واجعلوا من هذا الجامع وجميع الجوامع والمساجد في هذه الجزيرة الخضراء، هذه الجزيرة التي فيها من آيات الله ما تعودتم أنتم على رؤيتها فأصبح عندكم عادة، بينما نحن القادمون هنا نرى آلاء الله في كل شيء، في اخضرارها وفي مياهها وفي هوائها وفي عطائها. إذا دعاكم لما يحييكم واجعلوا من هذا الجامع وجميع الجوامع والمساجد مكانا تخلصون فيه العبادة لله وحده. ها هي المساجد قد فتحت أبوابها وهيئت أرجاؤها، هذه هي بيوت الله تنتظر عمارها وزوارها، فهلموا عباد الله إلى بيوت الله يصلحكم ويسعدكم ويهديكم، وحافظوا على الفرائض حيث ينادى بهن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.